ما عملش حاجة وحشة. الواحد كل حاجة حلوة عمل. في أي حتة كان واقف سداد راجل في كل حاجة، كان إيدنا ورجلينا بمعنى أصح. السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. البقاء لله. الدوام لله. انا عايز اقول لك ان احنا جايين لك من اخر الدنيا علشان بس نعزيك. رحم الله الشهيد حمد، ضحى بنفسه علشاننا وعلشان مصر. واقل واجب ان احنا نقدر نقدمه لك ان احنا نجيلك حتى لو من اخر الدنيا، نقول لك شد حيلك. البقاء لله. مجموعة بندر العتيبي بعتنا النهارده مخصوص نطمن عليكي. الحمد لله. البقاء لله. الدوام لله. كل حاجة حلوة كان بيعمل. كل بلاغ بيخش وما بيضحي بنفسه عشان كنت اقعد ازعق اقول له ما تخشش، انت في اقدم منك خليه يخش. يقول لا انا ما بعرفش اسيب حد. وجي مرة قبل كده محروق، وجي وقع برضه اتخنق في بلاغ قبل كده. يعني ما بيتأخرش عن اي حاجة كان بيعمل. كان في بلاغ برضه جه من هنا كان محروق، وكفة ايده دي كانت محروقة كلها كده وقع كذا مرة ببلاغ وجاله اختناق وكانوا بيودوه المستشفى، بس كان بيقوم منها وكان بيبقى كويس. النبض اللي ما وحش. ربنا يصبر قلبك ويرحمه. مفيش مرة من المرات كان قال لا أنا مش هكمل؟ لا، ما عمل الحادثة ديت كنت بقول له، عملوا له ورق عمل خفيف انه ما يخشش وكده، فكنت بقول له اطلع. ما الا انا مش هطلع منها، انا افضل زي ما انا، يعني ما هكمل في شغلانتي مش هسيبها. فما رضيش يعمل الورق دي وما رضيش انه يعمل عمل خفيف ولا يروح او كده، فراح زي ما هو كمل يعني، ما رضيش يسيب الشغلانه. ما عملش حاجه وحشه. الواحد كل حاجه حلوه عمل. في اي حته كان واقف سداد راجل في كل حاجه، في شغله في بيته في بلده. اي موقف كنت تلاقيه واقف هو اول واحد فيه. اي ظروف في البلد في اي حته كان بيبقى هو اول واحد يقف. عنده أولاد إيه؟ 3. ابن الكبير عنده 19 سنة، والتاني داخل تانية دبلوم، وعنده داخل 6 ابتدائي. هو كان بصي بالنسبة لنا كل حاجة، احنا ما كناش بنعرف نجيب أي حاجة من بره نتصرف، كان هو بيجيب لنا كل حاجة وبيعمل لنا كل حاجة. كان إيدنا ورجلينا بمعنى أصح. كان إيدنا ورجلينا بمعنى أصح. فاحنا لايصين من غيره مش عارفين نمشي أصلا. الله يرحمه. مقدرش أقول إلا كده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يرزقون. الله ينور عليك، عند ربهم يرزقون. أنا واثق مليون في المية إن الشهيد حمد النهاردة في الجنة ونعمها، وإن ربنا إن شاء الله بإذن الله يتولاكم ويتولى أولاده ويصبركم. ده ابن الشهيد. اسمك إيه؟ محمد حمد. محمد حمد. عامل إيه؟ الحمد لله. أنا عايز أقول لك إن بابا بطل. تعرف كده؟ بابا ضحى بنفسه علشان كلنا كده نبقى كويسين ونعيش. فأنا عايزك تبقى فخور. بابا بطل. بابا إيه؟ بطل. ده ابنه التاني أحمد. احمد حمد. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. ربنا يصبرك يا حبيبي. البقاء لله. اجمد كده بقى عشان انت اللي واقف في ظهر ماما. مظبوط. البقاء لله يا حبيبي. انا مش محتاج اقول لك ان بابا بطل، لان بابا مصر كلها بتتكلم عنه. مش انا بس اللي جاي النهارده اتكلم عنه واعزيكم، مصر كلها بتعزيكم وبتتكلم عنه وبتقول قد ايه الراجل ده كان بطل، الراجل ده ضحى بحياته، الراجل ده دخل في وسط النار علشان بس ما فيش روح تروح. الله يرحمه. طيب احنا معانا حاجة بسيطة من مجموعة بندر العتيبي، شيك ب100,000 جنيه لحضرتك. نسأل الله ان ربنا يهون عليكي، وان شاء الله بإذن الله تشوفي اولاده في احسن المراتب وفي احسن المناصب، وربنا يعوضك كل خير، وربنا يرحم الشهيد ويبقى في الجنة ونعمها يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب يرحمه ويسامحه يا رب. محتاجة مننا اي حاجة؟ الله يخليك تشكره. شد حيلك.
شدها لك عشان خاطرهم هم. شد على الله. بقاء لله. بدهم لله يا أخوي.